بما ان النهارده صاحيه مودي مش كويس، فتعالوا اقول لكم بعمل ايه عشان اتخلص من الاريافه دي. وعاده ده بيحصل بسبب الجو، لما الجو يبقى عامل كده بكتئب. طبعا انا دلوقتي لما جيت اعمل فويس اوفر في زفه في الشارع، بس اتمنى الصوت ما يكونش واصل لكم. ما علينا، المهم ان اليوم ده الجو كان قالب قوي، حتى من كتر الهوا الزرع اتبهدل واللمبه وقعت بالدويل. وانا بقى بحب اكون جاهزه للايام اللي زي دي، فبكون محضره حاجه في الفريزر تطلع تتسوى على طول زي البيتزا مثلا، وده عشان انا بحبها. بس اول حاجه بعملها هي الصلاه، وان انا اقعد افضفض مع ربنا. اتكلموا مع ربنا حتى في سركم، هترتاحوا صدقوني. ادعوا كمان في الصلاه، عشان اوقات احنا من زحمه الحياه بنصلي بس من غير ما بندعي، وبعديها بقرا الورد بتاعي والاذكار. بس بصراحه مش كل يوم، انا بحاول، مره بنجح ومره بنسى، بس ربنا عالم ان انا بحاول. نفسي بجد انتظم عليهم، بس واثقه ان هيجي يوم فعلا هنتظم. بعديها بقى بحاول اشوف ايه اللي مضايقني او شاغل تفكيري. اصل ممكن تبقى حاجه مبيته معايا من قبليها بيوم، او ممكن يكون هي مجرد دوشه جوه دماغي محتاجه بس ان هي تطلع على ورق. وده بيريحني لانه بيدي الفرصه لمخي انه يتنفس من كتر التفكير، لان انا شخص بيفكر في كل حاجه. وكتير بروح افتح اي صفحه عشوائيه من كتاب بحبه يديني طاقه يطمن قلبي، وعشان كده دايما بروح لرسائل من القرآن لانه هو بيلمس قلبي. اخر حاجه بقى ان انا بشغل حاجه تضحكني، ممكن اشغل مسرحيه او مسلسل في اللا لا لاند، وده عشان مهما اتفرجت عليه ما فشلش ولا مره ان هو يضحكني. واوقات ما بعملش اي حاجه من دول، بقعد في السرير شبه ارضاء. عادي يا جماعه، اصل اوقات المود بيبقى مش جايب اي حاجه خالص. انتوا بقى بتعملوا ايه؟ هل انتوا من الفريق الاول ولا الفريق التاني؟